وصفة النهاردة للناس اللي بيحبوا يعملوا حلويات تكون سريعة بمكونات تكون عندنا في البيت. اللي هو أنا عايز حاجة حلوة هروح أفتح الفريزر أو التلاجة وأطلعها وأعملها على طول. وصفتنا النهاردة سريعة وسهلة بالجلاش، مش هتاخد مننا وقت خالص، وصفة سهلة ومفيهاش أي اختراعات ولا أي حاجة. حاجة كده لأي حد عايز يعمل حاجة حلوة يقوم يعملها على طول. يلا بينا نبتدي، متنسوش اللايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. هنعمل الشربات بتاع الجلاش. انا ما بحبش الصراحه شربات الجلاش يكون تقيل بالذات في الوصفه دي. يعني هو شربات الجلاش كوبايتين سكر كوبايتين ميه، لكن انا النهارده عملته كوبايه سكر عليهم كوبايه وربع ميه. هيكون خفيف شويه علشان ما يكونش تقيل معايا. هو المفروض تقيل بس انا ما بحبوش تقيل، حبيت اخليه خفيف شويه فعملته كده. هحطه على النار بقى واخليهم يغلوا. اول ما يبدأ يغلي كده خفيف، يعني يبدأ يطلع يعني الغلوة بتاعته كده، هديه عصرة ليمون واسيبه 5 دقايق واطفي النار، وكده الشربات بتاعي خلص خلاص. اول ما يخلص بقى كده بسيبه يبرد على ما ابدأ اعمل الجلاش. هجيب بقى رولة الجلاش وابدأ اقطعها بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. رولة الجلاش اي اي نوع جلاش انتوا بتستخدموه، يعني ان كان بيتحط في الفريزر او اللي انتوا بتجيبيه من عند الكنفاني باي نوع يعني. هنجيب الجلاش وابدا اقطعه حلقات. هكون محضره جنبي ورق الكب كيك علشان يفضل محتفظ معايا بشكل الدايره اللي انا هقطعها. كان طلع فترة في شكل الجلاش اللي هو الدواير دوت، كان طلع ترند فترة. بس هو بأمانة حبيته جدا، وكحاجة سريعة كده وسوفت بتتعمل بسرعة في الفرن، متاخدش وقت خالص منك، وفي ثانية بتكوني عملتي حاجة حلوة في البيت. يعني بيبقى ليها ريحة حلوة كده. المهم بقى هقطع كل الدواير ديت واحطها في ورق الكب كيك. احاول يكون شكلها منتظم لان هي بتكون انا بقطعها حلقات، ما تكونش تخينة ولا تكون رفيعة، يعني تكون السمك بتاعها مظبوط علشان ما بقاش حاسة ان انا باكل ورق جلاش. يعني ما يبقاش الورق كتير او يبقى عجين او يبقى ناشف ورفيع فناشف، لا. هحاول اخلي الحلقة ما تكونش لا رفيعة ولا تخينة، يعني السمك بتاعها يكون وسط زي ما انا مقطعاها كده. تمام. بالراحه كده وبهدوء هبدا اشيلها واحطها في ورق الكب كيك علشان ما تفكش مني، لان ورق الجلاش بيبقى رقيق وضعيف خالص، وخاصه لو كان مجمد. يعني انا كان الرول بتاع الجلاش ده مجمد، فعلشان كده كان يعني ناعم معايا قوي باي اي خبطه فيه ممكن تقطعه. بحته حته بقى هقوم جايباه كده، لو حسيت ان الورق الجلاش ملكمد على بعضه كده وقافل على بعضه جامد هحاول اهويه كده من بعضه، عشان لما ابدا ادهنه بالسمنه او الزبده السايحه، ما يعني السمنه تقدر تخش جواه فالورق كله عندي يستوي، ما يبقاش عندي ورق ناشف. فاول يعني هحاول اديه كده انه يكون مهوي كده هوا في النص، وبعد كده احط السمنه عليه. حطيت بقى معلقه سمنه في كل واحده ومسحتها بالفرشه وهدخلهم في الفرن. الفرن عندي هيكون شغال على الشوايه من فوق وهيكون شغال فرن من تحت. مش هياخد وقت خالص، خدوا بالكم تكونوا مركزين جنبه قوي، لان انا الصراحه سهيت عن الصينيه الاولى فاتلسعت، اللون بتاعها اتلسع شويه. لكن دي ظبطت معايا الحمد لله، يعني خدت بالي من اللون. فهي خدوا بالكم يعني لو اتلفتي كده وما خدتيش بالك اللون هيغمق على طول مش هتلحقيها. هزينها بقى بشويه مكسرات واحط عليها الشربات اللي انا كنت عاملاه. طبعا براحتك، لو انت عايزه تقلي الشربات ما تعملوش خفيف زي ما انا كنت عامله في الاول، براحتك. هحط بقى عليها الشربات والمكسرات. كان عندي فستق مطحون حطيته عليه وعلى الوش، اي نوع مكسرات انت عايزاه حطيه بقى خلاص حسب اللي انت عايزاه. عندك كريم شانتيه حطي عليها من الوش، اي شكل انت عايزاه حطيه. خلاص هي الحلويات دي تزيينتها حسب الرغبه وحسب المتاح عندك في البيت تعمليه. انا كان عندي كاستر حلويات تقيل، حطيته في كيس بلاستيك كده وقطعته من تحت وقمت عاملاه زي شكل حلزوني كده عليه من الوش، بحيث انك تبقي بتاكلي كده الجلاش والكاستر طعم كريمي كده وانت بتاكليه. حرفيا طعمها كان تحفه وهي بتتاكل. جربوها مش هتندموا هتدعولي. اذا كنتم وصلتم للجزء دوت في الفيديو فشكرا جدا، متنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم واشتراك للقناه عشان يوصل لكم بعد كده كل الفيديوهات الجديده. باي باي.